السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. اليوم جيتكم بحلوى من حلويات العيد. هذا المرة اقترحت عليكم الزيريات الياسمينة. جات واحد الحلوى تذوب في اليد قبل الفم. يعني حشو معسل حتى للقلب. جو واحد الحبات ما شاء الله بهذا التزيين كذلك، يعني زاد فيهم النص. ما عليكم الأخوات غير تكملوا معايا الفيديو الأخير باش تستفادوا ولو بحاجة قليلة. يعني كامل نصائح وكامل التدابير اللي نعرفهم شاركتكم بهم، يعني بلا ما نبخل عليكم بحتى حاجة، ربي راه على باله. المهم هنا الأخوات حبيت نقسم لكم حبة في بداية الفيديو هكذا باش تحفزوا وتكملوه معايا على الأخير. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله، يعني واحد الحشو واحد الحلوى يعني تستاهل أنكم تجربوها. شوفوا بسم الله ما شاء الله، حشو بزاف هايل. ودرتو معاكم غير بالكاوكاو هكذا باش يعني اللي ما عندهاش حوايج، ما عندهاش لوز ما عندهاش جوز تقدري ديريه وعينيك مغمضين. هنا نجو للحشوة تاعنا هنا. اللي عندها الكاوكاو دير غير بالكاوكاو والأخوات. أنا هنا درت 3 كيسان من الكاوكاو، كنت حمصته تحميصة خفيفة من بعد نحيت له القشور. يعني هو هكذاك دافي ترحيوه، يعني ما تخليوش ينشف بزاف. هنا كاس ماشي معمر مليح تاع السكر العادي، نخلطهم مع بعضهم البعض ونزيد نعاود نرحيهم حتى يولي لي هذاك الحشو رقيق. يعني ماشي رقيق بزاف بزاف يولي بودرة بصح شوية. هنا نرحيه كامل هنا في الأشوار. وهنا نخلطو هنا كإضافة زدت له يعني كاس تاع الجوز. هنا للأمانة هذا الحشو والعجينة درت بهم زوج أنواع نتاع حلويات، يعني نتوما شكلوا كيما تحبوا، يعني ناجح وين ما ديروه راح ينجح معاكم. هنا درت مبشور تاع زوج حبات تاع القارص، ضفت عليهم حوالي 3 ملاعق من ماء الزهر ونبدا نلم. هنا ديروا الفاني كذلك الاخوات راهي ضروريه، وديروا رشه صغيره تاع الخميره كيميائيه، راح تتحصلوا على واحد الحشو طري وخفيف، يعني راح تخفف لنا الحشو تاعنا ويجي يذوب. هنا عندي بيضه اولى، يعني درتها خلطتها هكذا في صحن صغير، ونبدا ندير منها غير بشويه كما راكم تشوفوا. يعني ما تروحوش ديروا البيض تاعكم مرة واحدة ومن بعد راح تجري لكم العجينة وتبداو تزيدوا الكاوكاو وتزيدوا السكر ومن بعد ما تنجحش معاكم، يعني تروحوا معاها غير بالعقل. هنا البيضة الأولى راهي كملت. هنا اللي دارت غير الكاوكاو تحبوا ديروا 3 كيسان تاع كاوكاو، يعني بيضة تكون كافية، بيضة تلم لكم هذا الحشو. أنا هنا زدت البيضة الثانية ديت منها غير النص. هنا كي تلموا هذا الحشو خليوه يعني شوية يلصق في اليد. هنا بعد ما لميتوه نضيف له هكذا ملعقة متوسطة تاع المارغرين تكون بدرجة حرارة المطبخ واللم. نجمعوا بهذه الطريقة. اللي تحب تعجنوا يعني تعجنوا، واللي ما حبتش غير بهذا شوية برك راح يكون ناجح. فقط هنا نديرو في كيس بلاستيكي ونخليوه يبات ليلة كاملة في الثلاجة. هنا هذا هو الحشو بعد ما غلفته راح نخليه يبات ومن بعد نخدمو به. كذلك العجينة هنا، أنا هنا درت 3 كيسان صغار تاع الفرينة. ديروا ملون أبيض، ديروا شوية تاع الملح هكذا باش ما يجيناش صامت، ونديروا نص كاس تاع السمن ونزيدو عليه 4 ملاعق من الزيت النباتي. اللي تحب تخدم بالمارغرين يعني بالسمن يكون أحسن. هنا نبدأ نواسي العجينة نتاعي نلمها، ندخل مليح في هذاك السمن هكذا باش تتشرب كامل، ومن بعد نبداو نجمعوها. تحبوا تكملوا تجمعوا بما زهر ولا ما. هنا وترجعوا تعجنوا العجينة نتاعكم باليبس الأخوات، ما تجريوهاش من المرة الأولى، كل مرة ديروا شوية حتى تتلم، يعني نتحصلوا على عجينة نوعًا ما ماشي طرية بزاف وماشي يابسة بزاف، متوسطة في القوام. هنا العجينة تاعي ثاني خليتها باتت، يعني تبات ليلة كاملة كيما الحشو. هنا ليلة من هذاك بعد ما خليناهم يباتوا نجيو نخدموا بهم. هنا نفتح العجينة نتاعي رقيقة كيما نفتحوا العجينة نتاع القريوش. هنا نجيبوا هذا الطابع الكبير ونجيبوا الطابع نتاع الدمعة.
ولا العين، المهم كيفاش تسميه كل واحد كيفاش يسميه. المهم راكم شفتوا الشكل تاعو. هنا نجي نطبع دوائر بهذا الشكل، ندير الطابع تاعي في الفرينة هكذا باش تمثل تطبعوهم، ومن بعد نطبع هذاك الطابع الثاني الصغير. الشكل تاعو راه واضح امامكم. هنا نحيوهم، ديروا رشة مليحة تاع الفرينة وغطيوهم بكيس بلاستيكي هكذا باش ما ييبسولكمش الاخوات. هنا نجيب هذو الكيسات راح نطيب فيهم، عفوا، آه، هذو لي مول نتاع لي تارتوليت. المهم نبدا نثبت العجينه ندخلها فيهم، هذيك الدائره اللي قطعناها في الاول نثبتها في هذاك المول. هنا نشكل الحشو تاعي هكذا دوائر، تحبوا توزنوهم، تحبوا يعني اذا درتوا العجينه الاولى راكم تعرفوا القيس نتاعهم، يعني كل مره ديروا كامل الحبات كيف كيف، ومعليش لا جات وحده زايده على وحده بشويه. المهم هنا جبت حاجه هكذا باش تساعدني باش نثبت هذوك باش تدي لي الشكل تاع المول تاع الحديد هذا. يعني الطريقه راهي بزاف سهله الاخوات ومبسطه لابسط حد ممكن. هنا لي مول تاعكم تحبوا ديروا فيهم رشه خفيفه تاع الفرينه، يعني مش راح يلصقوا معكم، لكن حبيتوا ديروا. هنا فقط يعني ثبتوا العجينه مليح فيهم هكذا باش تبقى محافظه على هذاك الشكل. هنا الحشو بعد ما يبات ليلة كاملة تلقوه معسل وحكم روحه، يعني واش ديروا به راح يصلح لكم يا الاخوات، يجيكم ولا اروع. هنا اللي دارت اللوز اكيد ما تبيتيه ما والو، ساعه بلا زوج يكون كافي، يعني تخلي غير يريح وبعد تخدمي به. هنا ندير هذاك الطابع نتاع الثاني هذاك الصغير، شوفوا كي هذيك العجينه نقسمها على اثنين ونشكل وريقات، يعني بكل سهوله تجمعوها برك راح تتشكل لكم شكل ورق. كل حبة تاع زيدية تحتاجوا لها 4 وريقات، ولا تحبوا ديروا 3 يعني لكم الاختيار، تحبوا ديروا 3 على الجنب يعني كيما حبيتوا نتوما وأفكاركم. هنا تحبوا غير تضغطوا عليها في الوسط تجمعوهم بعد تقسموا على 2، يعني جبت لكم شحال من طريقة وانتم ديروا اللي يساعدكم. هنا ديروا بياض البيض فوق الحشو تاعكم الاخوات في الوسط هكذا باش هذوك الوريقات كي تبدا طيب اكيد هذاك الحشو راح يتنفخ شويه ويضاعف الحجم نتاعو. اذا ما درتوش بياض البيض راح يتنحاو لكم، يعني ما يصلحوش، يعني البياض البيض راهو لازم. ونبدا نثبت بهذه الطريقه راهي بزاف سهله. هنا ندير حبه تاع كاوكاو ولا حبه تاع لوز اللي عندكم الاخوات ديروا هكذا من الفوق. انا درت غير الكاوكاو كيما راه واضح في الصوره. نحاول نثبت باش ما يجونيش خارجين هذوك الاوراق بزاف على الحبه وتجي خدمتكم متحوفه. وهذا الشكل اللي نتحصلوا عليه شكل بسم الله ما شاء الله بزاف هايل. هنا نواصل بنفس الطريقة. هنا كذلك هذا الحلوى تحب تريح الأخوات، ما طيبوهاش مباشرة، توجد من طيبوها من خليوها تنشف حتى تشوفوا هذوك الأوراق باللي يبسوا خلاص، يعني هذيك العجينة تيبس والحشو كذلك راح يزيد ينشف شوية. المهم باش تبداو تطيبوه. الطريقة راهي بزاف سهلة كما شفتوا ما فيها حتى تعقيدات. هنا بعد ما كملت كامل الحبيبات هذوك اللي درتهم نديرهم في البلا باش نطيبهم ندخلهم للفرن هكذا نطيبهم ابيم برك، يعني طيبوهم من التحت شويه هكذا ومن بعد من الفوق كيما طيبهم كيما طيب اي حلويات هكذا تقليديه، ما يحبوش بزاف ما يتحمروش يعني من الفوق، فهمتوني؟ خلوهم يطيبوا بيوضه. هنا الشاربات تاعي كنت طيبتها وخليتها تبرد، درت 2 كيسان تاع الماء مع كاس تاع السكر مع شريحة نتاع الليمون هكذا هي باردة، والحبيبات تاع الكاطو راهم يعني حاميين هكذا نشمخهم هكذا فيها نخليهم من دقيقة زوج هكذاك يعني، وديروا لهم هكذا ثاني من الفوق ديروش غير من التحت، يعني لازم يتشربوا مليح الشاربات ومن بعد نخرجوهم. كي نخرجهم راح نديرهم في العسيله. هنا وليت عاودت رديتهم من هذاك البلا اللي طابوا فيه وفرغت عليهم العسيله هكذا باش يتشربوا في غرضهم.
خليوهم يعني يطولوا شوية في العسيلة، يعني كما شفتوهم يجوا بزاف بزاف هايلين. هنا عسلتهم يعني ما بين نص ساعة تروح تقدروا حتى لساعة وهما في العسيلة، ومن بعد تخرجوهم تقطروهم مليح وتقدموهم. هنا إذا خدمتوهم من قبل بشحال من يوم قبل العيد ولا عندكم مناسبة، احتفظوا بهم في الثلاجة أو في المجمد هكذا، كي تحتاجوا رايحين تجبدوهم. وهذه هي الحلوى تاعنا في شكلها النهائي. جات واحدة الحلوى الأخوات ما شاء الله، نتمنى تجربوها، كذلك نتمنى كذلك راهي تحفزكم من الصورة هكذا باش تنوضوا ديروها حالا، لأنه نتيجة روعة، مقادير كما شفتوا جد بسيطة وراح تعطيكم نتيجة ولا أروع. نتمنى فيديوهاتي تكون هادفة، تكون عندها قيمة وتكون عندها فائدة ولو قليلة. هذا هو الهدف من هذه الفيديوهات. ودعوا لنا إن شاء الله دائما دعوة الخير معكم. هنا شوفوا لي الحبة كي قسمتها كيفاش جا الحشوة تاعها، كيفاش جات طرية طرية الذوب في اليد كما راكم تشوفوا. ما عليكم غير تجربوها وتخلوا لي رايكم في أسفل الفيديو في التعليقات. الفيديو تاعي وصل للنهاية تاعو، نخليكم دائما في أمان الله وحفظه إلى فيديو آخر بحول الله تعالى.